ربطها مع سلوك وتوصيل الرسائل. انما مهم برضو اعرف رساله ابو تريكه فيما بعد الاعتزال. طبعا انا مش هتكلم على ابو تريكه كلاعب لان كل الناس عارفه ابو تريكه كلاعب، انما رساله ابو تريكه بعد الاعتزال في كره القدم اللي هي ليها الفضل طبعا بعد ربنا سبحانه وتعالى علينا جميعا وعليك انت شخصيا. رسالتك ايه اللي شايفها؟ يعني انا اول ما بطلت يا كابتن نادر عملت معايشات بره، لان انا كنت واخد قرار ان انا مش هخش، مش حابب التدريب. فرحت عملت معايشات بره، عملت في اسبانيا، عملت في انجلترا، عملت في المانيا. من حيث التعايش والاداره واسلوب الاداره في الانديه. فجيت بعد فتره من الفترات ما لقيتش نفسي. فخدت فتره يعني مثلا شهرين ولا 3 عشان اعيد التفكير تاني. فخدت الدورات اللي قلت اجرب في الدورات التدريب، اخدت الرخص السيو ماشي في اجراءات الرخص التدريب. فحد الان الامور بالنسبه لي مش شايف نفسك مش واضحه. ان انا دايما ببحث عن النجاح. بقى لي 3 سنين معتزل. لا، فتره بالنسبه لي كافيه ان انا اقول انا اوريدي جاهز. ومش معنى ان انا اقول جاهز ان انا مش هكمل تعليم سواء في التدريب او في الاداره. لا، عشان كده انت خدت يعني التحليل كوقت للتفكير وانك انت برضو تشوف نفسك بالظبط. انك انت بتجرب نفسك في المباريات التحليليه. ايوه صح، بتجرب نفسك صح وتقيس قراراتك ورؤيتك. لقيت ايه بقى؟ لقيتك ناجح المشاهد ولا ايه؟ لا بس خد بالك يعني في بعض الاوقات بدون غرور، يعني في بعض الاوقات بتقول ايه ان انا عندي رؤيه معينه تحليليه مثلا، او ان انا شايف ان الفرقه تلعب بالطريقه دي ولو لعبت بالطريقه دي بتكسب، فانت بتقول انا لا ده انا كويس صح. يعني وانا اصلا في يعني بحضر للمباراه بحط نفسي قدام لكنك مدرب. كان المدربين الفرقتين الاثنين مدربين هيتصرف ازاي اللي حصل كذا، التشكيل المتوقع. وبقعد اقارن بعد المباريات التفكير اللي انا كنت مفكر بيه قبل المباراه حصل ولا لقيت عكسه. الكوره مش لغاريتنا يا كابتن ندى. صعوبه الكوره ان انت تلعب السهل. والتدريب كذلك صح. اللي انت توصل بمستوى فهم لكل العقليات الموجوده مش واحده. تفتكر ده اللي كان بيعمله كابتن حسن شحاته معاكم في وقت المنتخب؟ لان كابتن حسن ما كانش بيتكلم كتير بس له توقيت الكلام او الملاحظه اللي بيقولها هي فعاله. فرق معاك كابتن حسن شحاته كتير؟ كل المدربين اللي مروا عليا فرقوا معايا، بس في ناس بتبقى ببصمه كبيره. ليه بصمات معينه؟ كابتن حسن ومانويل جوزيه دول من الاسماء الكبيره اللي لهم بصمات. وانا تعاملت مع مدربين كتير سواء في الترسانه كابتن حسن الشاذلي الله يرحمه، كابتن حسام البدري، كابتن محمد يوسف. كل المدربين اللي تعاملت معاهم سواء في النادي او في المنتخب لا لهم النماذج اللي قلت عليها دي ممكن تساعدك انك انت فعلا تدخل تدريب، لان في اوقات بتقول انا عايز ابقى زي ده او انا يعني احب ابقى يعني بالشكل ده. لا، انا احب ابقى شخصيتي. في مجال الكوره كنت اخد قدوه ومثل كلاعب، انما لا بتبدا. مين كان قدوه المثل بالنسبه لك؟ انا كان بالنسبه لي كابتن الخطيب طبعا، وزيدان على المستوى العالمي. فدول انت كنت تحب يعني انت محتار ما بينهم دلوقتي، كابتن الخطيب دخل اداره وزيدان دخل تدريب. حتى الحيره. انت داخل فين؟ عشان كده بقول لك ما تبقاش حد في مجال التدريب، تبقى نفسك. حققت انجازات كتيره جدا ويعني منها بطولات افريقيا ومع النادي الاهلي، انما اكيد زي لاعب كان يتمنى الوصول لكاس العالم، تلعب في كاس العالم. انت شايف ان الجيل الحالي ممكن يوصل كاس العالم؟ عنده فرصه كبيره. ايه بقى يعني يعني اسباب النجاح اللي ممكن تاهله لكده؟ اولا حظنا كويس الحمد لله، حظنا كويس لحد في التصفيات، ربنا سبحانه وتعالى يكملها على خير. والمجموعه الموجوده عناصر شابه، عناصر طموحه، واغلبيتها كابتن نادر وخدوا تجربه احتراف وهم من صغرهم بره اوروبيا، فدي حاجه. ليك تواصل معاهم؟ مع كل اللاعبين. يعني انا تواصلت من قريب مع عمر جابر ومحمد صلاح طبعا علاقتي بيه طيبه. النني، رمضان صبحي،
كل كوكا، مم. كل اللاعبين المستوى المحترفين، اعتقد ان هيبقى لهم بصمه كبيره، سواء ان ما شاء الله مع تحبش الفتره تزورهم في الجايه وقت من الاوقات، ولا انت عايز بس التواصل يبقى من لا، بعيد ما يجي لعدم لي فرصه، التأثير؟ ما بيجي لي فرصه ازور حد بزور. انا زرت صلاح وزرت النني، مم. ما بيجي لي فرصه ان شاء الله الزياره احس ان ممكن الزياره القريبه تبقى لرمضان، لانه محتاج. فرمضان برضو من العناصر الموهوبه اللي لها مستقبل كبير، ان شاء الله يبقى كلهم موفقين ان شاء الله يعني. ابو تريكه، علاقتك كويسه ما شاء الله بالجميع، يعني وانا واحد من الناس بشهد على الكلام ده، انك الحمد لله. انت طول فتره اللي عشناها مع بعض ما شفتش حد زعل منك، الحمد لله. وفي نفس الوقت ردود افعالك ثابته وهاديه في جميع الاحوال. هل لسه ما زلت متواصل مع الجميع، ولا ظروف الحياه بقى وانشغال الحياه؟ لا، انا دخلت في عزله في فتره من الفترات، وده عامل لي، مش عامل لي مشاكل، عامل لي زي زعل من بعض الناس ولهم حق. انا بطبيعتي لما اكون في مشكله باخد ليه جنب دخلت شويه العزله ليه؟ نتيجه الظروف اللي حصلت يعني في الفتره الاخيره، فما بحبش. زعلت؟ لا، انا اللي كنت زعلان؟ خدتها. لا، مش زعلان، انا اللي خدتها طواعيه عن نفسي، ومش عاوز برضو اشيل حملي لحد، وده زعل الناس لان اصحابي يعني. بس كان ناس كتير حتى عايزه تشاركك معنويا، يعني وقت اللي حصل والتحفظ والامور دي كلها، كانت ناس حتى عايزه تشاركك معنويا، يعني مش هقول لك تشاركك ماديا، تشاركك معنويا يعني. ايوه انا عارف، انا فاهم. آه. ما هو ده انا بقول لك، يعني ده من احد السلبيات اللي انا باخد جنب، وبحاول احل مشكلتي بنفسي، ومش ما شايلش همي لاصحابي ولزمايلي وبتاع. وده جزء من اللي انا بقول سلبياتي، عدم تواصلي مع معظم اصحابي، معظم النجوم اللي كانوا موجودين. بس اول ما بقابل حد فيهم طبعا بيديه كل حاجه، بتدوب كل حاجه، لان يعني انا بتكلم، انا واحد منهم. مش هتكلم عن حد غيرك انت. يعني لا، انا بتكلم على نقطه، ان هل الظروف اللي حصلت لما دخلت العزله ده، او دخلت في عزله عشان خاطر بتجتنب الفتن وكده، ولا انك انت لا، انا مش عايز اشيل اهم لحد. اه يعني انا ما بحبش. انا احب الناس تبقى كلها مبسوطه وفي سعاده، فما مش بقدر الامكان ما بحاولش اشيل حد هم او حزن تاثر عليه. علاقتي مع الجميع ممكن تبقى عندي مشاكل الدنيا او الدنيا كلها، بس ما بقدرش ابينها. بس هل يعني سبب العزله دي حسيتها بالظلم، حسيت بانك انت يعني حسيت بايه يعني لا يعني احساس، مش عاوز اقول ما معنى ان انت يعني شايل شماعاتك لحد او سوء ظن او ظلم. لا، انا ما بحبش اترجمها لكده. في نفس الوقت هو الظروف اللي موجوده فيها الحياه العامه، الوضع العام ما يستحملش ان انت يبقى فيه شد وجذب. كل الامور بتتضح مع مرور الوقت، وكل الامور بتبقى يعني ايه، الناس بتبقى زي ما بقول لك في الاول الكلام، الخارج من القلب بيبقى واصل للقلب، فالناس عارفه الشخص نفسه، عارفه قلب الانسان نفسه اللي جواه داخليا. ناس كتيره بتريكا بتسال ليه بتريكا، مع ان اللي هو لو قال كلمه كل الناس هتسمعها. ناس كتير بتسال تقول الاتهامات والتصنيف وغيرها من الكلام اللي بيدور حوالينا بتريكا، من بعض الناس، حتى من بعض الشخصيات العامه والشخصيات الكرويه والشخصيات الرياضيه وغيرها. انما بتريكا ما بيردش، ما بيتكلمش. لا، انا ما انت عارفني. انا عارفك، بس يعني انا ما بحبش اخش في مهاترات يا متر، ما بحبش اخش في جدال مش هيفيد، ولا هيقدم ولا هيأخر. الناس عارفه ده جاي منين واتربى ازاي واشتغل ازاي ووصل لفين وتعب لمين وحد وصل لفين، وده توفيق من عند ربنا سبحانه، مش بشخصي ولا بأي حاجه تانية. فالناس بتبقى عارفه، الناس بتبقى ذكيه. وفي نفس الوقت انا بقول لك، انا بس انا مسلم كل امور لربنا سبحانه وتعالى، وما بحبش. خرجت شويه من العزله؟ لا دلوقتي اهو.